قررت ان انا ابدا سلسله جديده انا متحمس لها جدا الصراحه، وهي سلسله منيو يوم الجمعه. وباختصار شديد هي عباره عن المنيو اللي بيتوزع علينا بعد صلاه الجمعه في المساجد. واول منيو يتوزع علينا هو منيو اربيز، والصراحه هي دي مصلحه عشان انا اصلا من زمان قوي وانا نفسي اجرب اربيز. وطبعا لو انتوا ركزتوا مع الفيديو هتلاقوا ان انا بتكلم لايف بس الصوت باظ كده في كام حته، زائد كمان ان الفيديو طول قوي فقررت ان انا اعمل له فويس اوفر. المهم حددت الاوردر اللي انا عايزه وطلبته، وبعد ساعه الا ربع الاكل وصل. وانا كنت طالب من هناك حاجتين، بوكس كده فيه 5 سلايدر وساندوتش تاني كومبو. نبدا اول حاجه بالسلايدرز، ودي بتكون عباره عن سندوتشات صغيره 5 في البوكس ده سعره 100 جنيه. واول ساندوتش هبدا بيه هو التشيكن رانش. وعامه العيش بتاع السندوتشات دي كان خطير، عالمي عالمي والله العظيم. انا مش عارف هم جايبين العيش ده منين، بس تحيه للمورد بتاعهم وتحيه ليهم، لا هم اللي بيخبزوه عندهم. وبالنسبه للسندوتش بقى نفسه، هو كان جواه قطعه تندر او ستريبس محطوط عليها صوص رانش. الصراحه كان طعمها حلو، وزي ما قلت لكم العيش كان واخد الموضوع في حته تانية خالص. وغير كده كمان صوص الرانش اللي هم مستخدمينه على الفراخ الصراحه كان طعمه حلو جدا. المهم تاني ساندوتش معانا وهو تشيكن تندر، وده بيكون عباره عن قطعه تندر وعليها من فوق حته جبنه ومعليهوش اي صوص تماما، والعيش برضه بتاعهم الحلو. والصراحه ده لما انا خدت منه قطمه، الفراخ كان فيها حته كده بايظه منهم سيكه، اللي هي عارفين الحته اللي بتبقى نشفت دي تقريبا كده قعدت في الزيت شويه كتير. وغير بقى المشكله دي السندوتش ما كانش عليه صوصات خالص، فانا صراحه فضلت الاولاني اكتر. وبعد كده بقى دخلنا في البافلو تشيكن اللي بيكون عباره عن العيش الجامد بتاعهم ده وقطعه برضه ستريبس زي اللي موجوده في التشيكن رانش اللي في الاول، وعليها البافلو صوص. وعامه السندوتش ده من البست سيلرز اللي عندهم، وهو فعلا طعمه حلو جدا. والرابع سلايدر بقى هو الروز بيف بالجبنه. اللي منكم ما يعرفش الروز بيف ده، هو اللحمه البارده هم بيكونوا مقطعينها شرايح رفيعه كده خالص فبتدوب في البق. هو عامه طعمه كويس، بس انا بالنسبه لي حبيت الفراخ اكتر. بس في ناس بيحبوا السندوتش ده جدا، لكن للاسف انا مش منهم قوي. واخيرا بقى سلايدر اللحمه المدخنه اللي بالباربيكيو اللي الست قالت لي عليها في التليفون بريسكت. اللي عاجبني فيه كمان ان قطع البريسكت متقطعه شرايح صغيره خالص، فهي ما فيهاش شده وفي نفس الوقت باين فيها طعم التدخين ده شويه مع صوص الباربيكيو، فالصراحه وده حلو قوي. وبعد كده بقى دخلت على الساندوتش الكومبو اللي بعدهم وهو الديلوكس روز بيف مشروم، وسعر الكومبو بتاعه بالكيرلي فرايز 131 جنيه. المهم ابتديت كده في الاول بالساندوتش، واللي خلاني اصلا اطلبه روز بيف ان هو المحل ده متميز قوي بالروز بيف عن باقي المحلات التانية. يعني تقريبا مفيش محلات في مصر تانية بتعمل روز بيف. بس المهم لما انا دقت كنت اتمنى ان الزمن يرجع بيا لورا شويه، وكنت اطلبه بريسكت او فراخ، عشان الصراحه كنت حاسس ان هم هيبقوا احلى بكتير من الروز بيف، على الاقل بالنسبه لي، عشان انا فضلتهم عن الروز بيف. ممكن ناس تانيين لما يروحوا يجربوا يفضلوا الروز بيف اكتر، عشان كده انا برشح دايما السلايدر للناس عشان خاطر تجرب وتبقى عارف مين احسن لك. وخلي بالكم كلامي مش معناه ان الروز بيف وحش، كل اللي انا اقصده ان البريسكت والفراخ بالنسبه لي كانوا احسن من الروز بيف. واخيرا بقى اخدت واحده من الكيرلي فرايز، وفكرتني جدا بالكيرلي فرايز بتاعه هارديز. هي فعلا كانت حلوه جدا، وهم يمكن كمان بيعملوهم احسن من بتاعه هارديز. واخيرا بقى تطلب ايه من اربيز. انا الصراحه بالنسبه لي السلايدر بوكس ده جميل جدا، بالذات التشيكن رانش والبافلو تشيكن واللحمه المدخنه بالباربيكيو اللي هي الست قالت لي عليها بريسكت في التليفون. واللي انا بقى اقدر ارشحه لكم اكتر واكتر ان انتوا تطلبوا الخمس سندوتشات اللي عندهم كلهم، وبعد كده تجربوا الخمسه، وبعدين ممكن تطلبوا بقى الساندوتش الكبير من الحاجه اللي هتعجبكم. بس اللي لازم تعملوه ان انتوا تطلبوا معاها الكيرلي فرايز عشان حقيقي كانت حلوه قوي. وبس كده. ولو انت لسه بتتفرج لغايه دلوقتي فشكرا جدا ليك. كان معاكم احمد عوضه من قناه لايف ويز. سلام.